البيض المقلي طبعا انت بتحتاج له اي بيض حجم كبير او حجم صغير بينفع فيه عادي. لكن البيض المسلوق خاصه يعني انت المفروض وانت بتسلق مثلا انت اخدت طبق، فانت بتنقي اكتر بيض سليم 100%، ما يكونش فيه اي شروخ حتى ولو بسيطه، لان هي هتطق منه في الميه. يعني لما انت تحطها في الميه مع ميه سخنه والغليان هيخليها يحصل لها ان هي تطق وكده. فاحنا بننصح ان البيض المسلوق يكون بيض وسط ويكون كله سليم، وندقق اكتر في ان احنا نتاكد ان هو سليم 100% يعني. البيض وهو بيتسلق لما بيبقى طازه انتاج اليوم، ممكن تحط له مثلا نقطتين ملح على نقطتين خل، فدول يبقوا كده بيساعدوا في التقشير للقشره، يعني ان هي تسيب الصفار. لان في الاول الانتاج وهو طازه بيبقى الخروج القشر من البياض بتبقى صعبه شويه. انا بنصح ان البيض ما يزيدش عن 21 يوم مده صلاحيه. بشوف ان احنا نشتري البيض على قدنا، ما شاء الله البيض في مصر اللهم لك الحمد احنا مكتفيين ذاتيا من انتاج البيض، فاحنا بفضل الله مش محتاجين ان يعني ما بيحصلش عندنا ازمات ان ما بيكونش عندنا بيض. ففضل من ربنا على مصر ان مصر مكتفيه ذاتيا من البيض. فيعني انا شايف ان احنا نشتري على قد احتياجاتنا الاسبوعيه، مش على قد احتياجاتنا الشهريه او نطول عن كده يعني. شايف ان البيض الناس نشتريه اقصى حاجه مثلا مرتين في الشهر، يعني ده اللي هو احنا كده طولنا، فكده يبقى مده الصلاحيه عندنا مثلا ما تعدتش ال 15 يوم، اللي هو انت تبقى اديت لتاجر الجمله يومين مثلا من الانتاج، واديت لتاجر التجزئه يومين من الانتاج، فبالتالي بقى مع حضرتك انت كعميل اسبوعين كاملين. فهو احنا نشتري البيض على حد اقصى اسبوعين مثلا يكون متخزن عندنا في بيوتنا.